نفس الجلسة، جلسة أخرى يعني في الكونغرس قبل يومين، كل شيء بالدليل أمامكم. كاينه الترجمة، سمعوا هذا السؤال تاع المختصة الأمريكية وكاين الجواب ديال الأمن الأمريكي. On military ties, but public reporting currently suggests that the Algerian government has purchased Russian fighter aircraft, and it's in talks to purchase even more because it would take too long to get American planes delivered. So can you speak, this may be for you, Mr. Boker. عقوبة كاتسا، انظروا. I'm not sure, but maybe it's for you, Mr. Palladino. What is the administration's thinking on CAATSA sanctions if Algeria does order a number of planes from Russia? Thank you, Senator. We also have seen those media reports, and they're concerning. I would say that the Department of State is committed to upholding the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, and we are transactions like those. أمريكا قد تفعل هذه العقوبات وسنراقب الوضع عن كتب وبكل دقة. اسمعوا يا إخوان، المسألة خطيرة جدا. الجزائر الآن معرضة للعقوبات الأمريكية بسبب شرائها للسلاح يعني الروسي. إذن ما أريد أن أقوله من خلال هذا الكلام حتى أختم وأترك المجال للإخوة، ما يقوم به النظام الجزائري العسكري على الحدود فأنا أعتبره فقط هروب إلى الأمام ومحاولة يائسة لصناعة انتصارات وهمية للتغطية على العزلة الدولية. وتكلمنا عن الفشل الاقتصادي في غرج بلاد وهذا الانكشاف الدبلوماسي. انظروا المغرب أين هو وانظروا الجزائر كم هي معزولة. فالمغرب حتى أختم يواصل العمل بثبات وهدوء وهو الدولة الواثقة. وشكرا على إتاحة الفرصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطير أنت، الله يحفظك يا أبو سماجة. المشرفين انتوا اللي نزلتوا ماخيخو سامي ولا هم مشوا ولا ايش الوضع؟ لا ادري. عموما ياسين ثم سيدريس ثم اعود الى سمير. شكرا ولد سنهاجة. السلام عليكم اسعد الشرعي. عندي شويه نحس راني في الخدمه، اسمح لي دقيقه واحده. لا مو دقيقه، ناخذ ادريس. اذا ادريس تفضل يا ادريس. مساء الخير، تحية طيبة لكل الحضور الكريم، حياكم الله جميعا. أولا أنا غادي نجاوب على، قبل ما نجاوب على النقطة هذه المهمة، نبغي نشير بأن الجزائر الآن، أنا إذا كنت تذكر بأن الرئيس الجزائري في أحد خطاباته قال: إذا توجهنا إلى صندوق النقد الدولي فإننا سوف نأخذ الشهداء. هل تعلم هذا؟ ماذا قال؟ الجزائري قال إذا مشينا للصندوق، أعيد. قال إذا مشينا لصندوق النقد الدولي فنحن سوف نخون الشهداء. أيوة. الآن رئيسة صندوق النقد الدولي داخل الجزائر اليوم، ماذا تفعل؟ جية غادي نطيبين لها الرفيسة، جية باش تعطي قروض للجزائر لأن وصلت مبقى ثريا. كمل سيدريس، خليني نجيب مي. ادر سيدريس. تخيل أن رئيس دولة. تمير عندك شي بغيت تقول شي حاجة؟ ضحكت قلتي الرفيسة الجزائر عارفة رفيسة، الله يكرمك. قلت كنا نطيح في الدروج. قول لا، أنا الواعرة هو رئيس يقول لك ونحن ليست لنا ديون خارجية، وإن أصبحت لنا ديون خارجية فهذا خيانة للشهداء وفقدان للسيادة. واش دير عندك الأستاذة كريستينا اليوم في الجزائر إذا لم تكن خيانة للشهداء؟ يعني لماذا تقولون الشيء ونقيضه كما قال الأخ سمير؟ ماذا تفعل رئيسة صندوق النقد الدولي داخل الجزائر؟ إذا أصبحت الأمور خارج السيطرة، والآن سيتم تسليم الجزائر بكاملها إلى صندوق النقد الدولي لكي يحكم السيطرة عليها، وسننتظر مع الأسف قرارات مجحفة في حق شعب. مع كل الأسف أجد نفسي يعني أقوم بالمداخلة بدون وجود أي جزائري مع الأسف. أدري. على أي حال والله ما أدري وين مشوا يا أدريس. معليش هما ولاو يشوفوني بحال شافوا ساعة الليل، يعني اما يشوفوني يقولوا ها هو جو جهلويل علينا عاوتاني. معليش. الا كان السي بوغادوم اللي هو الوزير
او لا السفير تاع الجزائر في الولايات المتحده الامريكيه قال لاسياده في امريكا the sky is limit you can get it you can take it ما عندوش مشكل اديوا الحمار بما حمل. لماذا عرض على المغرب ولم يتم تسليم لكم الدعوه؟ ياك نتوما اصحاب المناجم هو الفوسفات ديال تبسه غار جبيلات الفوسفات لهيه الذهب في امس ماسه وانتم لا وجود لكم بل حضر من يملك زمام الامور في شمال افريقيا المغرب ولا غيره. نزيدك حاجه اخرى وانا هذا السؤال اللي نجاوبك على السؤال الاولى اللي طرحتي. اذا كان انت تملك الارض وانت مولاها وخليك من البروباغندا ديال رحنا رسمنا وسالينا وديالنا وعلاه راك تنوض وتبرك هنا وتعاود تنوض وتبرك لهيه بلا ما نقول شي كلمه عيب. يعني انت راك حاميه فيك البيضه تجلس هنا تولي تنوض لهيه شويه غدا تريحنا شويه تجيب لنا موضوع لهيه. اذا كان هذا هو حالكم والمغرب لم يتكلم فكيف سيكون ونحن بملفنا في الامم المتحده؟ سؤال يعني احنا مازال ما هضرناش وانتم الان راكم تجلسوا هنا تنوضوا من هنا تجلسوا ليه تنوضوا من هنا تجلسوا ليه. انا غادي نعطيك الى جينا الخارطه السياسيه العالميه الان وما يحدث الان في المنطقه فهو شيء اكبر. اولا تجاهلهم، ثانيا على المستوى السياسي والاقتصادي لان الدوله خسرت 3 مليار ونص وهي قمرت يعني الان قامرت بان المغرب يحاول يدير رده الفعل من اجل حدود لانها تريد يعني ان يدخل المغرب معها في صراع. انا المشكل اللي كنعانيوه مع باش المغاربه نجاوبك على سؤال لماذا المغرب لم يندد باش تفهم الوضعيه. عرفتي شنو هو اكبر مشكل عندنا احنا مغاربه مع الجزائريين؟ هو اننا نتعامل مع نظام ما عنده ما يخسر في تلك الدوله. ما عنده ما يخسر. هل يملك جنرالا يعني يملك مشروعا في الجزائر؟ إذا كان الملك عنده هولدينغ ملكي عنده مئات الشركات اللي خدامين فيها ملايين البشر، سمي لي جنرال واحد عنده مشروع في الجزائر، جميع أموالهم مكدسة في فرنسا. يعني هما ولا القانون العسكري والقانون الصراعات الدولية كتقول إذا دخلت مع يعني عدو يجب أن تترك له متنفس لأن غلق المساحة يؤدي إلى الانفجار. هذا النظام هذا قادر على اساس انه يريسكي بالشعب كامل من اجل انه يبقى في النظام. يعني هو يدخلك معاهم في حرب ما عندوش مشكل، لان مشكلنا نحن كالمغاربه ما عندهمش هاد الناس ما يخسرونهم. الفلوس راهي في فرنسا، الشعب راه حابس، الدوله راهي غاديه للغرق، صندوق النقد ها هو جاي الان يدرس احتماليه تسيير دوله. ماذا سيخسر الجزائر ان دخلت معك في حرب؟ لا شيء. النظام ما عنده ما يخسر لا هو ولا شعب. هادو الجزائريين عندهم ما يخسروا، راه الاغلبيه عايشين من حد بطاله. كيف ما عندهم ما يخسروا يا اخي؟ يبيعوا اللي شاطر ما عندهم يخزن. لذلك حينما تجد دوله يعني مجاوره عندها مشاريع قوميه كبرى، عندها صناعه عسكريه، صناعه طيران. انت البارح باش ديماري مشروع كبير اللي هو غار جبيلات مشيتي لاوكرانيا عطاوك تران يعود الى سنه 1955 فيات. يعني انت هذا باغي ديماري بيه وتوصل طاقه استيعابيه ديال 50 مليون طن سنويا. المغرب سيستورد السنه القادمه يعني ابتداء من مؤخر يعني نهايه هذه السنه والسنه القادمه 68 قطار فائق السرعه، 200 طائره ايرباص، الله 200 طائره ايرباص اللي غادي تتقسم على سنوات، اخر طراز للطائرات. وانت اللي نزلوا عندك 3 طيارات في وهران تقول الحاله اليوم راهي مرنكه. يعني اللي نزلوا 3 طيارات دقه واحده في وهران يقول لك اليوم راه الخدمه ما حابساش. تخيل مستوى بعد كبير عاد بلا ما ندور على البنيه التحتيه وبلا ما ندور على المطارات والموانئ وهذا. اعطيني حاجه درتيها في دوله انت عندك موانئ، عندك مطارات، سكه حديديه. يا ودي انت الرئيس الجزائري راه مشى خدا كريدي باش يصوب قطار تمر راس. قبل ما تصوب قطار صوب غير طريق. انت تخرج من المنيعه في طريق عين صالح قبل ما توصل تمر راس 600 كيلومتر الناس تمشي على الحجر وباغي تصوب قطار مكهرب. اي يقبلوها عقل؟ انت ما عندكش طريق، الناس راهي تمشي على الحجر وتصوب طريق تصوب قطار مكهرب. يذهبوا الى ماذا؟ يجلبوا ماذا؟ يعني الامور هنا نقولها لك هو ان الجزائر الان انا نوضح غير كلمه قالها
الأخ سمير وهي في غاية الأهمية. لماذا لم يتم ذكر ملف تجريم الاستعمار قبل الاعتراف المغربي بالصحراء؟ أنا نزيد مغربية الصحراء، أنا نزيد لسمير سيدريس قلب على الخطاب ديال عطاف اللي جا مباشرة بعد اعتراف فرنسا بالصحراء. واش قال؟ قال كاين تسمعوني انتم هناك المعلقين؟ صفقة. سيدريس تسمعوني؟ قال هناك صفقة. سمير تسمعوني؟ لانه يبدو لي سيدريس ما يسمعنيش. سيدريس تسمعوني؟ أنا نسمعك. صافي. لا تنسى انا خايف تسهب لانك ما شاء الله علقت. لا، أنا موضوع الحدود. نعم، الرئيس السي عطاف حينما خرج في أول لقاء بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء واش قال؟ سولوه فتنهد لتقريبا 3 ثواني أو 4 ثواني وقال هناك صفقة معنا ومع المغرب، وها هي تتجلى على أرض الواقع. تحياتي لكم. لحظة، ايش من تحياتنا؟ لم تتكلم عن الحدود.